السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ في بداية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. هنتكلم النهاردة عن الوصية التاسعة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ألا وهي ايه هي الوصية التاسعة يا ترى؟ الوصية التاسعة بتتكلم عن الدعاء. الدعاء. الرسول وصانا باننا ندعي، وصانا باننا ندعي، فاكرين؟ واذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى. تمام. فالوصية التاسعة بتتكلم عن سألوا الله العفو والعافية. سألوا الله العفو والعافية. بتتكلم عن الدعاء وازاي ندعي، وندعي بايه. الناس اللي بتصلي مش عارفة تدعي بايه، والناس اللي لما بتيجي بتدعي بتحس ان هي مفيش حاجة تدعي بيها، انا مش عارفة ادعي بايه. والناس اللي بتتراكم عليها الحاجات فبتصلي وتقوم من غير ما تدعي، وبتضيع عليها فرصة كبيرة وعظيمة، لان اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وإن لم تسألوا الله فإن الله يغضب. تمام. فإحنا دايما في حاجة لربنا، ودايما في حاجة إن إحنا ندعيه ونقول له يا رب إحنا محتاجين. فهنتكلم في الوصية التاسعة اللي هي إيه؟ اللي هي صلى الله العفو والعافية. فيها أحاديث طبعا. ما فيش وصية من وصايا رسول الله ما فيش حديث. تمام. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله تعالى. يعمل ايه؟ يسأل الله تعالى، يسأل الله. قال: سلوا الله العفو والعافية. تمام. فمكثت أياما ثم جئت. قعد أيام العباس أبي الفضل يعني ابن العباس، قعد أيام ثم راح للرسول صلى الله عليه وسلم تاني يقول له ايه؟ يقول له علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، الرسول هو اللي بيقول له يعني، يا عباس يا عم رسول الله، صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. تمام. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث تاني طبعا عن فضل الدعاء كبيرة وعظيمة، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس، يعني كل ما الرسول كان يقوم من مجلس ما كانش بيقوم من المجلس إلا بيدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ايه هم الدعوات اللي كان بيدعيهم الرسول لأصحابه؟ تعالوا نشوف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. طبعا فدي الكلمات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقومش، الدعوات اللي كان ما بيقومش من مجلس ليه إلا ما يدعي لأصحابه بالدعوات دي. تمام. في حديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. عارفين الحديث ده عظيم قد ايه؟ يعني لو عرفت ربنا وانت عندك نعمة وعندك رخاء ومش عندك شدة، ربنا هيعرفك في الشدة والكرب. تمام. زي لما يكون عندك صاحب، وصاحبك ده بيودك وانت عندك خير وعندك نعمة، ولما النعمة بتاعتك دي تروح فتسأل وده فيقول لك ما النعمة اللي عندك راحت. ربنا ما بيعملناش كده، لا. من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. تمام. الأحاديث الثانية: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 4. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ودول ما ينفعش تصلي صلاة من غير ما تدعيهم، ما ينفعش ترفع أكفك كده ربنا سبحانه وتعالى تطلب منه إلا ما تدعيهم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ملناش غيره، والله العظيم ملينا غيره. تمام. وعن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات. إيه هي؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللي هم أصلا إحنا بندعيهم بين السجدات، واحنا في السجدة، الفاصل بين السجدة والسجدة احنا بندعي، بنقول ايه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. تمام. وفي رواية أخرى لمسلم عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقد آتاه رجلا فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء الثلاثة تجمع لك ليه؟ فإن هؤلاء تجمع لك إيه؟ هما تجمع لك إيه؟ دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي آخرتي وارحمني، اللهم امين، وعافني الصحة، وارزقني الدنيا. تمام. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي دنياي الذي هو عصمة امري، اللهم اصلح لي ديني، عفوا، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قط. يعني كان الرسول بيدعي بأدعية كتير خالص، فهم ما كانوش بيحفظوا منها حاجة، ما بيلحقوش يحفظوا منها حاجة. فقلنا يا رسول الله، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء. فقال ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله؟ هو ده جامع الدعاء. لما السيدة عائشة رضي الله عنها سألت الرسول إن الناس اللي مش عارفة تدعي بإيه جامع الدعاء، فراح دلها على جامع الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر بيقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبينا ومحمد وعبادك الصالحين، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا ومحمد وعبادك الصالحين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، بس إحنا طبعا عايزين الفردوس، فهنقول إيه؟ اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبكده تكون خلصت الوصية التاسعة النهاردة بتاعتنا، وصية جميلة فيها فوائد عظيمة، فضل الدعاء، وإن احنا نسأل ربنا. يعني الصحابة كانوا بيسألوه في النعال بتاعتهم، الصحابة كانوا بيسألوه في اللبس، كانوا بيسألوا الله في اللبس، يستخيروا ربنا في اللبس. الصحابة كانوا بيسألوه في الرزق، في الأكل. الصحابة كانوا بيسألوه في المشوار، الخطوة يروحوها ولا ما يروحوهوش. فنسأل الله يعني ايه؟ يعني هنتعافى احنا ونتقوى على اللي خلقنا؟ لا، نسأل الله يا رب الدين والدنيا، يا رب الفردوس الأعلى مش الجنة، يا رب نروح عمرة، يا رب نروح حج، يا رب نروح بيتك يا رب، اللهم امين. احنا والمشتاقين وكل من له حاجة عندك تقضى، اللهم امين. فبكده تكون خلصت الوصية التاسعة بتاعتنا النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لأمتنا المغلوبة على أمرها في كل مكان وفي كل بقاع الأرض. اللهم انصرهم يا رب، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم شتت من شتتنا، اللهم فرق من فرقنا، اللهم أرنا فيهم آياتك عينا وحقا يا رب، وأنت أحق من قال ولا حق إلا إياك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.